ما يقال على أن كانت الأمور مقسمة، كانت بالانسيا مثلا حاجوها المغاربة، وكانت اشبيليه ياك وغرناطه. ذكرني عفاك وغرناطه اشبيليه وغرناطه وقبيطله تونس. نعم وغرناطه مشات لتلمسان. نعم، على حسب علمي كانت تقريبا توأمة ما بين فاس قرطبة وما بين تلمسان غرناطة. اي هذه كانت اتصال، كان نعم. اتصال، نعم. كان اتصال ادبي وعلمي والى اخره وما شابه ذلك. قدوم بعض الجزائريين، بعض العائلات الجزائرية لمدينة الرباط، بحال عائلة بن غربيط. تماما. محمد بن غبريط فعلا كان له دور كبير في نشر الطرب الغرناطي، خاصة أنه من جا لمدينة الرباط لقى أن هناك هواة، كاين موسيقيين اللي هما عندهم حس فني عالي، وعندهم يعني الموسيقى واحد الحاجة اللي هما كيميلوا لها بزاف. نقطة أخرى في مدينة الرباط، معروف أنه كاين تعايش كبير مع اليهود المغاربة، وهنا الطرب الغرناطي متداول بواحد الصفة رائعة في كل ما هو مطروز في النوبة، في الشقوري، في الحوزي. فهاد المكونات كلها أو هاد النقاط اللي هضرنا عليها كلها كتجعل من أن المدرسة الرباطية كانت من القديم قائمة الذات، والحمد لله دازوا فيها فنانين اللي هما يعني معروفين وكتار.